هم المرابطون. علشان نفهم قصة المرابطين تعالوا نرجع إلى الوراء 38 سنة. احنا دلوقتي في سنة كام؟ في سنة 478. طليطلة سقطت وأشبيلية حصرت ومؤتمر القمة اتعمل في سنة 478. تعالوا نرجع 38 سنة من هذا الحدث في سنة 440. نغور في أعماق التاريخ ونغور في أعماق الصحراء. تعالوا ننزل في الصحراء جوه بعيد بعيد في موريتانيا. حد يسمع موريتانيا؟ موريتانيا طبعا بلد إسلامي كبير، معظم سكان موريتانيا من المسلمين. في جنوب موريتانيا هناك في الصحراء القاحلة، اتركوا الآن جبال الأندلس، اتركوا الآن خضراء الأندلس، حدائق الأندلس، أنهار الأندلس، وتعالوا معايا ننزل هناك في الصحراء، في الحر، في القيظ الشديد، في الفقر، في الجد، في أناس لا يتقنون الزراعة، عاشوا تماما على البداوة. هناك كان يعيش البربر، طوائف من البربر، قبائل من البربر، قبائل كبيرة جدا اسمها قبائل صنهاجة. وأكبر فرعين في صنهاجة فرع اسمه جدالة وفرع اسمه لمتونة. معلش الأسماء صعبة لكن ستمر معنا كثيرا، فلذلك نشير إلى هذه الأسماء. فالقبيلة التي تسكن في منطقة جنوب موريتانيا كانت قبيلة جدالة، وكان على رأس هذه القبيلة رجل اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي. هذا الرجل كانت فيه فطرة حسنة، كانوا جميعا من المسلمين، دخلوا في الإسلام منذ قرون وكانوا من المسلمين. هذا الرجل فطرته طيبة، نظر حوله في قبيلته فوجد أمورا عجيبة. تعالوا كده بصوا حال جنوب موريتانيا في سنة 440. طبعا 440 ديت متزامنة مع أحداث بربشتر اللي اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ومع أحداث بلنسية اتكلمنا عليها الدرس اللي فات. يعني الأحداث الآن متزامنة مع نفس الأحداث التي جرت في عهد دويلات الطوائف. نظر يحيى ابن إبراهيم فوجد الناس من حوله قد أدمنوا الخمور. يا ناس مسلمين لكن يشربون الخمور في كل يوم عادي جدا، الناس كلها بتشتري وتبيع خمر. نظر فوجد الزنا قد فشى في الناس. الزنا والله يا إخوة لدرجة أن الرجل كان يزاني حليلة جاره ولا يعترض جاره. حاجة عجيبة جدا، كيف يفعل هذا المنكر كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتأتون في ناديكم المنكر. فعلا كانوا يأتوا المنكر في ناديهم. الرجل لا يعترض. لماذا لا يعترض؟ لأنه يفعل نفس الأمر. فشى الزنا بشكل مريع في جنوب موريتانيا في ذلك الزمان في عمق التاريخ في سنة 440. كثر الزواج من أكثر من 4 والناس من المسلمين. كثر الزواج من أكثر من 4 ولا ينكر عليهم منكر. السلب والنهب هو الأصل. القبيلة القوية تأكل الضعيفة، والقبائل مشتتة ومفرقة، والوضع شديد الشبه بما يحدث في دويلات الطوائف بل هو أشد. وطبعا يا إخوة والله لا يخفى علينا جميعا أن الوضع في سنة 440 سواء في بلاد موريتانيا أو سواء في بلاد الأندلس هو أشد وطأة مما نحن عليه الآن. فانظروا كيف يكون القيام، انظروا وتدبر وشوف الخطوات الممنهجة حسب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يغير هذا المنكر الذي نظن أنه ليس منكر هناك في الدنيا أكبر من ذلك. يحصل إيه؟ هذا الرجل صاحب الفطرة الطيبة يعلم أن كل هذا من المنكر، لكن ليست في يده طاقة للتغيير. أولا الشعب كله عايش في ضلال وعايش في بعد عن الدين. ثانيا ليس عنده من العلم ما يغير به الناس، وما يعرفش يا ترى إيه الأصول الصحيحة، ويعلم أن كل ما يعمل هذا خطأ، لكن كيف يغير لا يعلم. فالرجل يفكر ويهديه ربه. يقول أنا أروح أحج، وأنا راجع من الحج أذهب إلى حاضرة الإسلام في المنطقة. أكبر مدن الإسلام في المنطقة هي مدينة القيروان اللي موجودة دلوقتي في تونس. فقال أذهب إلى مدينة القيروان فأكلم علماء القيروان، وعلماء القيروان مشهورين بالعلم، لعل رجلا منهم يأتي ويذهب معي إلى قبيلتي يعلم الناس الإسلام. فذهب بالفعل إلى الحج. يحيى ابن إبراهيم الجدالي ذهب إلى الحج ثم عاد إلى القيروان،
وهناك قابل أبا عمران الفاسي، هذا شيخ المالكية في مدينة القيروان. احنا عارفين طبعا المذهب المالكي هو المنتشر في كل بلاد الشمال الإفريقي، سواء يعني في العصر القديم أو حتى في عصرنا الحاضر، وكان هو المذهب السائد حتى في بلاد الأندلس. فذهب إلى شيخ المالكية أبو عمران الفاسي، هذا من شيوخ المالكية الكبار جدا، يعني على ممر العصور هذا من أعظم شيوخ المالكية في التاريخ. وحكى له القصة وقال له والله أنا ظروف يعني زي ما أنت شايف، إيه الحل في رأيك؟ إيه الحل في نظرك؟ فقال أرسل معك رجلا يعلم الناس دينهم. فبحث في القوم وأرسل معه رجلا، الشيخ عبد الله ابن ياسين. احفظ معايا الاسم ده، هذا والله اسم يكتب بحروف من نور، حروف من نور. الشيخ عبد الله بن ياسين، عيب كبير قوي قوي ما نكونش عارفين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله. قال له انزل يا شيخ مع شيخ قبيلة جدالة، علم الناس الدين في جنوب موريتانيا. الشيخ عبد الله بن ياسين يا إخوة من شيوخ المالكية أيضا، له طلاب علم كثيرين جدا جدا في أرض المغرب وأرض الجزائر وأرض تونس، جميعا يأتون له ويستمعون، ويعيش في حاضرة من حواضر الإسلام، ويعيش في المدنية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت. لكن يفكر الشيخ عبد الله بن ياسين في المهمة الكبيرة، أنا هنزل دلوقتي أغور في الصحراء وأترك كل هذا الذي أنا فيه، نعم أنزل وأفعل، هذه مهمة عظيمة جدا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينزل الشيخ عبد الله بن ياسين يغور كثيرا في الصحراء الكبرى، يخترق كل جنوب الجزائر ويخترق أكثر شمال موريتانيا حتى يصل إلى جنوب موريتانيا، هناك في هذه الأرض الفقيرة، في هذا الحر الشديد، في هذه الأرض شديدة الجدب، وينظر في القوم وينظر في الناس فيجد فيها عجبا، يجد هذه المنكرات تفعل أمام كل الناس ولا ينكر عليهم منكر. الشيخ عبد الله بن ياسين في أناة شديدة بدأ يعلم الناس، بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تفتكروا رد فعل الناس إيه؟ رد فعل الشعب إيه؟ رد فعل أصحاب المصالح إيه؟ ثارت عليه جميع الفصائل، ثار عليه أصحاب المصالح وثار عليه الشعب. الناس تريد أن تعيش في شهواتها، وأصحاب المصالح مستفيدون من هذا الذي يحدث في قبائل جدالة في هذه المنطقة. الناس بدأوا يجادلونه ويصدونه عما يفعل، ولم يستطع يحيى ابن إبراهيم الجدالي زعيم القبيلة أن يحميه. ليه؟ الشعب مش متربي يا إخوة، الشعب كله رافض. لو أصر يحيى ابن إبراهيم الجدالي على هذا الأمر لخلعه الشعب، لخلعته القبيلة، لكن هو عايز يعلم الناس الدين، لكن الشعب مش موافق. يعمل إيه؟ بدأ يحاول مرة تانية ومرة ثالثة، بدأ الناس يهددونه، والله ما سكتش سنؤذيك بالضرب. استمر، ضربوه ثم هددوه بالطرد من البلاد أو القتل. مرت الأيام وهو يدعو ويدعو من جديد حتى قاموا فعلا بطرده من البلاد. قالوا له ارجع يا شيخ عبد الله بن ياسين، ارجع يا شيخ يا كريم، ارجع لبلادك، علم الناس بتوعك، علم طلاب العلم اللي عندك، ارجع خليك في حالك وسيب هذه البلاد وسيب هذا الجنوب الموريتاني يعيش في الظلام كما يعيش. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله اطرد من البلد، والله كأني أراه رأي العين، يقف خارج القبيلة وتنحدر دموعه على خده وهو يقول بحسرة في قلبه يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. هو صعبان عليه الناس، معقول الناس فهم الإسلام بهذا الفهم؟ معقول الناس مش عارفة أن هي ما كلها إلا أيام أو شهور أو سنوات وستموت على هذا الضلال؟ يريد أن يغير ولا يستطيع. طب أرجع تاني للقيروان، أرجع لطلاب العلم، طب واسيبهم لمين الناس ديت؟ حز في نفسه أن يولد الناس في هذه البلاد فلا يجدون من يعلمهم، فأراد أن يبقى، ولكن كيف يبقى؟ أيدخل إلى جدالة من جديد؟ فكر يدخل تاني لكنه سيموت، وما الفائدة في موته؟ لو كان موته يصلح فأهلا بالموت، لكن الموت لن يفيد. طب يفكر في فكرة تانية؟ نعم، يجلس يفكر ويفكر ثم يهديه ربه سبحانه وتعالى. يعمل ايه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله؟ يعمق أكثر في الصحراء. احنا في جنوب موريتانيا، احنا بعدنا قوي قوي عن الحواضر،
بعدنا قوي عن المدنية، يعمق أكثر حتى ينزل إلى شمال السنغال. شمال السنغال، مين يسمع عن السنغال في هذه الآونة؟ ومين يسمع عنها دلوقتي؟ احنا ما نعرفش من السنغال غير فريقها القومي بس، كل ده اللي نعرفه عن السنغال. لكن السنغال دي بلد إسلامي كبير جدا، 90% وأكثر من سكان السنغال من المسلمين اللي احنا يعني لا نعتبر بوجودهم الآن. نزل في شمال السنغال، وهناك في شمال السنغال على مصب نهر من الأنهار في غابة من غابات إفريقيا، هناك يضع خيمة بسيطة جدا له على مصب النهر، ويجلس فيها ويبعث برسالة إلى أهل جدالة في جنوب موريتانيا: أنا هنا هناك، يقول أنا هنا في بلاد السنغال، أنا هنا في منطقة كذا وكذا، من أراد أن يتعلم العلم فليأتني في هذا المكان. هناك في جدالة كان هناك مجموعة من الشباب تتحرك قلوبها للدين، لكن أصحاب المصالح ولكن أصحاب القوة في هذه البلاد يمنعونهم من الارتباط بالدين. فلما علموا أنهم في مأمن هناك في السر، هناك في أدغال السنغال في شمال السنغال، يعلمون أن الرجل هناك تاقت قلوبهم إلى لقياه، ونزلوا من جنوب موريتانيا إلى شمال السنغال، وجلسوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين 2 أو 3 أو 4 معه في خيمته، فأخذ يعلمهم الإسلام بصبر شديد، يعلمهم الإسلام كما أنزل، يعلمهم يا إخوة والله في هذا العمق في التاريخ، يعلمهم أن الإسلام دين شامل ينتظم كل أمور الحياة. الإسلام دين متكامل. بدأ يعلمهم العقيدة الصحيحة، بدأ يعلمهم العبادة، بدأ يعلمهم كيف يجاهدون في سبيل الله، كيف يركبون الخيل، كيف يحملون السيف، ثم بدأ يعلمهم كيف يعتمدون على أنفسهم، كيف ينزلون إلى الغابات يصطادون الصيد ويأتون به إلى الخيمة يطبخونه ويأكلونه، ولا يستجدون أكلهم أو طعامهم من فريق من الفرق المحيطة بشمال السنغال. بدأ يعلمهم هذا الأمر. ذاق الناس حلاوة الدين، 5 من الناس معه في خيمته ذاقوا حلاوة الدين، فلما ذاقوها شعروا أنه من واجبهم أن يأتوا بأحبابهم وأصحابهم وأقاربهم إلى هذا الذي ذاقوا حلاوته، فذهبوا هناك إلى جدالة، وكل واحد منهم عاد برجل، فبقى 5 بقوا 10، فأخذ يعلمهم الشيخ عبد الله بن ياسين، وال10 بقوا 20، والخيمة ضاقت عليهم، فأقاموا خيمة أخرى هناك، وخيمة ثالثة بجوارها، وخيمة رابعة، وبدأ العدد يزداد، وبدأ الناس تتعلم الإسلام كما ذكرنا كما أنزل من كل جوانبه. بدأ يعلمهم أنه إذا تعارض شيء مع القرآن والسنة فلا ينظر، الأول تقدم القرآن والسنة، بعد ذلك يأتي أي شيء، لابد أن تحافظ على هذه الأصول كي تكون ما تريد وكي تقيم ما تريد. الأمر بدأ يتسع مع الشيخ عبد الله بن ياسين، بدأ من الصعب عليه أنه يوصل علمه لكل الحضور، بدأ الحضور يكونوا 50 و100 و150 و200، بدأ يقسمهم لمجموعات 5 5، ومع كل واحد يختار نابغا من النابغين في العلم يعلمهم، ثم يجلس هذا مع هؤلاء. نفس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تذكروا دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكيف كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أهل مكة يعلمهم الدين حتى قامت لهم دولة. انظروا كيف كانت بيعة العقبة الثانية، 72 من رجال المدينة المنورة قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 قسما، وجعل لكل 5 نقيبا، وبعتهم تاني للمدينة المنورة، ثم قامت للمسلمين دولة. هكذا أيضا كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين. بدأ العدد يتزايد، من سنة 440 لسنة 444 وصل العدد إلى 1000. سبحان الله، انظر، نصر من الله وفتح مبين. الرجل نزل بمفرده، طورد وأوذي في الله وضرب وهدد بالقتل، فإذا به ينزل إلى أعماق الصحراء في شمال السنغال وحيدا طريدا شريدا، ثم في 4 سنوات يصبح 1000 رجل. قال الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله: لمن معه لن يغلب 1000 من قلة. طبعا يعني 1000 بالنسبة للعدد المحيط بهم
يعتبر عدد لا هو بالقليل ولا هو بالكثير. قبائل صنهاجة كبيرة جدا لكن مفرقة ومشتتة، لكن هؤلاء 1000 رجل كما ينبغي أن يكون الرجال. نزل الرجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعرفون الناس الدين ويعلمونهم الأحكام، فبدأت جماعتهم تزداد، وبدأ الرقم يرتفع من 1000 إلى 1200 إلى 1300. نعم يرتفع ببطء لكن تقدم ملموس. الخيمة في اللغة تعني رباط، ونرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله. هذا لأن المرابطين أو أن المجاهدين كانوا يتخذون خياما على الثغور يحمون فيها الثغور ويجاهدون في سبيل الله. فلما كان هؤلاء القوم الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه يجلسون في خيام هناك على نهر السنغال، سموا أنفسهم بجماعة المرابطين، جماعة المرابطين، فعرفوا في التاريخ بهذا الاسم. وفي سنة 445 بيحدث حدث متوقع في سنن الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان من سنن الله سبحانه وتعالى أن يتقدم المسلمون ببطء في سلم الارتفاع وفي سلم الرقي، ثم يفتح الله عليهم بشيء لم يكن متوقعا حتى لأنفسهم. هم أنفسهم لا يتوقعون ما يحدث، تحدث انفراجة للمسلمين تماما كما ذكرنا في موقف عبد الرحمن الناصر لو تذكروا في دخول سراقسطة وموت عمر بن حفصون. أيضا هنا في هذه البلاد اقتنع بفكرة الشيخ عبد الله بن ياسين رجل اسمه يحيى ابن عمر اللمتوني. لو تذكروا في أول الحلقة ذكرنا أن أكبر قبائل صنهاجة جدالة ولمتونة. كل هذه الأحداث تتم بشباب جدالة. أما زعيم قبيلة لمتونة يحيى ابن عمر فقد اقتنع بالفكرة ودخل معه في جماعته في جماعة المرابطين، وفعل رحمه الله كما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما دخل الإسلام. تذكروا سعد بن معاذ لما دخل الإسلام ذهب إلى قومه وقال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعل يحيى ابن عمر اللمتوني نفس الأمر، ذهب إلى قومه وأتى بهم ودخلوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين في جماعته، فأصبح 1200 أو 1300 أصبحوا 7000 في يوم وليلة. 7000 رجل يفهمون الإسلام من الشيخ عبد الله بن ياسين كما ينبغي أن يفهم، وتزايد الأمر. وسبحان الله بعد قليل جدا من دخول قبيلة لمتونة يموت الشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني الذي أتى بالناس. انظر إلى حسن الخواتيم، أتى ب7000 جندي للإسلام ثم مات. وتولى من بعده على زعامة لمتونة الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. افتكروا يا أخوانا الاسم ده، الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. مش ممكن نكون عارفين حياة عنترة بن شداد كلها من أولها لآخرها ومش عارفين حياة الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني والشيخ عبد الله بن ياسين والشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني، وهؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ كما سترون. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني دخل بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله بن ياسين، وبدأ الأمر يزداد وبدأت الأعداد تكبر، وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها. نذكر أنهم كانوا في شمال السنغال، بدأوا يتوسعوا حتى وصلت حدود المنطقة من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا، وأدخلوا معهم جدالة. يعني بقت جدالة ولمتونة القبيلتين اللي موجودتين في شمال السنغال وجنوب موريتانيا جماعة واحدة. بلغت إعدادها في سنة 451 حوالي 12,000 من المسلمين الرجال، 12,000 رجل. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في قبيلة من القبائل حاربوه وقاتلوه، فقاتلهم فاستشهد رحمه الله الشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 451. يعني قعد 11 سنة من سنة 440 لسنة 451 ومات رحمه الله، لكن خلف من ورائه 12,000 رجل على منهج صحيح في الإسلام. ويتولى من بعده الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين، ويقعد 2 سنين في زعامة هذه الجماعة الناشئة،
ويكونوا في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين. دويلة صغيرة جدا لا ترى على الخارطة في شمال السنغال وفي جنوب موريتانيا. وفي سنة 453 بعد ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني بعامين يسمع أن هناك خلافا بين المسلمين في جنوب السنغال في منطقة بعيدة تماما عن دويلة المرابطين. يعلم رحمه الله أن هذا الخلاف شر، وأنه لو استشرى الخلاف بين الناس فلن يكون هناك مجال للدعوة، فبسرعة ينزل ليحل الخلاف مع أن الناس ليسوا في جماعته وليسوا في قبيلته. فينزل رحمه الله إليهم، لكنه بحكمة شديدة يعلم أنه لا بد للحق من قوة تحميه. يأخذ معه نصف الرجال، يأخذ معه حوالي 7000 رجل. في سنة 453 كان قوام الناس حوالي 14,000. يأخذ 7000 رجل وينزل في أعماق السنغال في جنوب السنغال ليحل الخلاف بين المتصارعين هناك. لكن هل يترك دولة المرابطين بلا رابط ولا ضابط ولا زعيم؟ أبدا، يترك عليها ابن عمه يوسف ابن تشفين رحمه الله. والله يا إخوة اسم أيضا يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب رحمه الله. ثم ينزل هو ليحل الخلاف، يترك الدويلة الناشئة، يترك زعامة القبيلة أو زعامة الدويلة الصغيرة دويلة المرابطين، وينزل ليحل الخلاف ب7,000. فيستطيع أن يحل الخلاف رحمه الله. لكن يفاجأ بشيء عجيب، يفاجأ أن في جنوب السنغال بجوار هذه القبائل المتصارعة هناك قبائل لا تعبد الله بالكلية، قبائل وثنية لا تعبد إلا الأشجار ولا تعبد إلا الأصنام وما إلى ذلك، لم يصل إليها الدين بالمرة. حز ذلك في نفسه، تعلم من الشيخ عبد الله بن ياسين أن يغير الأمور بنفسه، وأن يحمل هم المسلمين، وأن يحمل هم الناس أجمعين حتى وإن لم يكونوا مسلمين. ينزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني ب7,000 رجل يعلمهم الإسلام، يعرفهم هو الدين، فيتعلمون ويجدون أمرا عجبا. كيف لم نسمع بهذا الدين من قبل؟ كيف هذا الدين المتكامل الشامل فيه كل شيء، وهم يعيشون في أدغال أفريقيا هناك يفعلون أشياء عجيبة ويعبدون أصناما غريبة ولا يعرفون لهم ربا ولا إلها. فأخذ يعلمهم بصبر شديد، فدخل منهم جمع في الإسلام وقاومه جمع آخر. طبعا لابد أهل الباطل لابد أن يحافظوا على مصالحهم، والناس الذين يستفيدون بوجود هذه الأصنام لابد أن يصارعوه، فصارعهم والتقى معهم في حروب طويلة. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني نزل في سنة 453، قعد يتوسع في قبيلة ثم قبيلة، وينزل من مكان إلى مكان رحمه الله، حتى عاد بعد ذلك إلى بلاد المرابطين. تفتكروا عاد سنة كام؟ تفتكروا الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني اللي كان زعيم دولة، نعم دولة صغيرة لكن ما كانش في كل المكان ده في الوقت ده دولة. تفتكروا هذا الزعيم ترك دولته وقعد يدعو إلى الله في أدغال أفريقية قد إيه؟ عاد رحمه الله في سنة 468، 15 سنة كاملة، 15 سنة يدعو إلى الله، يدخل في الدين من يدخل ويقاوم الدين من يقاوم، ويحاربه حتى يرده إلى الدين أو يبعده عن صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. رجع في سنة 468 بعد 15 سنة الشيخ يوسف ابن تشفين رحمه الله. فاكرين الاسم ده اللي كان مستخلفه على حكم دولة المرابطين قبل أن يغادرها في سنة 453. الشيخ يوسف ابن تشفين قاعد سنة 453 مستني الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. عدى يوم ويومين وعدى شهر وشهرين والشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني مرجعش، وسأل فوجده قد توغل في إفريقيا. طب الشيخ يوسف ابن تشفين يقعد ساكت مستنيه؟ لا، ما تعلمش كده على دين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله. بدأ ينظر في الشمال، قال
الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يبحث في الجنوب، أنا أبحث في الشمال عمن ابتعد عن دين الله فأعلمه. فنظر في جنوب المغرب العربي ونظر في شمال موريتانيا، المنطقة التي تعلوه إلى الشمال، نظر في هذه المنطقة كيف حال البربر الذين يعيشون في هذه المنطقة، وجد أمورا عجيبة. تخيلوا يا إخوة معايا جنوب المغرب العربي في سنة 453 وجد أمورا عجيبة. تخيلوا يا إخوة معايا جنوب المغرب العربي في سنة 453 شكله إيه؟ وجد على سبيل المثال قبيلة غمارة من قبائل البربر هناك، وجد أنه قد ظهر فيها رجل اسمه حاييم ابن من الله. حاييم ابن من الله اسمه عجيب جدا. هذا الرجل ادعى النبوة وهم من المسلمين، ولم ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إنه نبي على دين الإسلام، وأخذ يشرع للناس شرعا والناس يتبعونه في ذلك ويظنون أن هذا الإسلام. بدأ يفرض عليهم صلاة في الشروق وصلاة في الغروب فقط، صلاتين في اليوم كله، ما فيش داعي 5 صلوات كتير. بدأ يؤلف لهم قرآنا بالبربرية غير القرآن بتاعنا خالص، وضع عنهم الوضوء ووضع عنهم الطهر من الجنابة، وضع عنهم فريضة الحج، حرم عليهم أكل بيض الطيور وأحل أكل أنثى الخنزير. انظر إلى الخلط، ويدعي أنه من المسلمين والناس يعتقدون أن هذا هو الإسلام وهم على دين الإسلام. والله مما يذكر عنه أنه حرم أكل السمك حتى يذبح، ما تجيب سمكة لازم تذبحها الأول وإلا تبقى أكلها حرام. هكذا فعل لعنه الله حييم ابن من الله في قبيلة غمارة. لكن اللافت للنظر أنهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام. نظر يوسف ابن تشفين إلى قبيلة برغواطة، قبيلة أخرى من قبائل البربر في هذا المكان، على رأسها رجل اسمه صالح ابن طريف ابن شمعون. ابن شمعون واضح أن أصله كان يهودي وأسلم، ثم جاء الحفيد اسمه صالح. وما هو بصالح؟ صالح هذا أيضا ادعى النبوة، وبدلا من أن يفرض صلاة في الشروق وصلاة في الغروب كحييم ابن من الله، فرض على الناس 5 صلوات في الصباح و5 صلوات في المساء، 10 صلوات. واحد يعني موسعها قوي وواحد مشدد على الناس قوي. فرض عليهم نفس وضوء المسلمين بالإضافة إلى غسل السرة وغسل الخاصرتين، يعني عشان تتوضى لازم تقلع كل هدومك، أمر عجيب جدا. فرض عليهم الزواج من غير المسلمات فقط، وممكن تتجوز أكثر من 4 لو أنت عايز. فرض عليهم تربية الشعور في ضفائر للرجال، لازم الراجل يربي شعره في ضفيرة وإلا أثم. هذا كان يدعي أنه من المسلمين في قبيلة برغواطة. نظر إلى قبيلة أخرى وجدها تعبد الكبش تتقرب به إلى رب العالمين في المغرب، في جنوب المغرب، البلد اللي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذه البلاد الآن في سنة 453 تعبد الكبش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف حدث للمسلمين في هذه البلاد. شق ذلك على يوسف بن تشفين رحمه الله، أخذ نفسه وانطلق إلى الشمال يدعو الناس للإسلام، وقاوموه وحاربوه وصارعوه جميعا، صالح بن طريف وحييم بن من الله وكل القبائل، حتى قبيلة زناتة. قبيلة زناتة هذه من قبائل السنية في المنطقة، تعرف الإسلام حق المعرفة، لكن لا تعرفه إلا في جانب العبادات والعقيدة. يصلون كما تنبغي أن تكون الصلاة، ويزكون كما تنبغي أن تكون الزكاة، لكنهم يسلبون وينهبون ما حولهم. القوي فيهم يأكل الضعيف. هكذا كانت قبيلة زناتة السنية، فصلت الدين تماما عن قيادة الأمة. الدين عندهم فقط صلاة والصيام وحج، لكن غير ذلك من المعاملات افعل ما بدا لك. هكذا كانوا يفعلون. يوسف ابن تشفين أخذ يدعو هؤلاء للإسلام، دخل معه بعضهم لكن المعظم حاربه، فحاربهم 7,000 رجل الذين خلفهم معه
أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله، وبدأ الناس يدخلون معه في الإسلام. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بيرجع في سنة 468 يرى يوسف بن تشفين رحمه الله الذي كان يملك في زمن المغادرة في سنة 453 يملك شمال السنغال وجنوب موريتانيا، وجده أميرا على، واسمع معايا وتدبر، في سنة 468 يملك السنغال بكاملها، موريتانيا بكاملها، المغرب بكاملها، الجزائر بكاملها، تونس بكاملها، دولة واحدة من تونس إلى السنغال، دولة واحدة عليها أمير واحد يوسف ابن تشفين رحمه الله. وجد أن 7,000 رجل قد ارتفعوا في جيش الإسلام مع يوسف ابن تشفين إلى 100,000 فارس، 100,000 فارس غير الرجالة في سنة 468. انظر إلى من فقه الإسلام وجاهد في سبيل الله، 100,000 فارس تحت راية واحدة. وجد أن هناك مدينة لم تكن على الأرض مطلقا، أسست على التقوى، مدينة مراكش. ما كانتش في حاجة اسمها مراكش لما كان ماشي أبو بكر بن عمر اللمتوني، أسسها الأمير يوسف ابن تشفين رحمه الله. أول حاجة بناها في مراكش يا أخوانا والله المسجد، وبناه بالطين الطوب اللبن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمير على 100,000 رجل ينزل بنفسه يحمل الطين مع الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد رجلا يسمع له ويطيع 100,000 رجل. وجد رجلا أسس حضارة لم تعرف في المنطقة منذ سنوات وسنوات. ثم وجده زاهدا متقشفا ورعا تقيا عالما بدينه طائعا لربه رحمه الله. ففعل أبو بكر بن عمر اللمتوني حدثا عجيبا على كل الأحداث، فعل ما لم يحدث إلا في تاريخ المسلمين فقط. قال: أنت أحق بالحكم مني، أنت أفضل، أنت تستطيع أن تجمع، أنت تستطيع أن تقود، أنت الأمير. نعم أنا استخلفتك إلى أجل حتى أعود، لكن أنت أحق، أنت تملك البلاد، أنت تستطيع أن تنتشر وتكبر عن ذلك، فأترك لك الحكم. أما أنا فقد وجدت حلاوة إدخال الناس في الإسلام. أنا نازل تاني الأدغال أفريقيا أدعو إلى الله، وأنت أدعو إلى الله في هذه البلاد على بصيرة. ونزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله إلى أدغال إفريقيا يدعو من جديد. وانظروا كيف فعل رحمه الله. دخل بالإسلام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني، افتكروا الاسم، حرام ما تكونوش عارفين أبو بكر بن عمر اللمتوني والله. نزل أدخل الإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال، وفي سيراليون، وفي ساحل العاج، وفي مالي، وفي بوركينا فاسو، وفي النيجر، وفي غانا، وفي داهومي، وفي توغو، وفي نيجيريا. هذا الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا، دخل منذ قرون ثم عاد الدخول مرة ثانية في نيجيريا، وفي الكاميرون، وفي أفريقيا الوسطى، وفي الجابون. أكثر من 15 دولة إفريقية دخلها الإسلام على يد المجاهد البطل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. هذا الرجل كما كان يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: لما كان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله كان يقوم له 500,000 مقاتل. يا إخوة، كلما صلى رجل صلاة في النيجر أو في مالي أو في نيجيريا أو في غانا، كلما صلى رجل صلاة هناك أضيفت إلى حسنات أبي بكر بن عمر اللمتوني. 500,000 مقاتل، غير من لا يقومون، غير النساء، غير الأطفال، غير بقية الشعوب في هذه البلاد إلى الآن وإلى يوم القيامة. كلما فعل رجل من الرجال خيرا من الخير في هذه البلاد دخل ذلك في حساب أبي بكر بن عمر اللمتوني ومن معه، واستشهد رحمه الله في فتوحاته هناك في سنة 481 من الهجرة. وما رأى عزا وما رأى ملكا، كان يغزو في كل عام مرتين، يفتح في البلاد ويعلم الناس الإسلام. انظروا
إلى حسن الخواتيم، يستشهد في سبيل الله رحمه الله بعد حياة طويلة متجردة لله سبحانه وتعالى. وتصبح دولة المرابطين في سنة 478 قبل استشهاد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني دولة واحدة من تونس إلى الجابون، من تونس في الشمال إلى الجابون في وسط أفريقيا، دولة واحدة تضم أكثر من 20 دولة إفريقية الآن، دولة واحدة تمثل أكثر من ثلث إفريقيا. لذلك لما سمع ألفونسو السادس لأروحن لك بمروحة من المرابطين، عرف إن هيجيله من أفريقيا تلتها، عرف إن هيجيله من أفريقيا أقوام عاشوا على الجهاد سنوات وسنوات. إحنا بقالنا قد إيه بنبتدي؟ بقالنا من سنة 440 لسنة 478. 440 يا إخواننا بادئين برجل واحد فقط، الشيخ عبد الله بن ياسين فقط، يدعو الناس للإسلام. ثم انظر إلى التربية، تربية متأنية صبورة حتى يصل الناس إلى هذا العدد الضخم جدا، ويصبح يوسف ابن تشفين رحمه الله زعيما على هذه الدولة العظيمة، يسمي نفسه رحمه الله أمير المسلمين وناصر الدين. هو بحق أمير المسلمين وناصر الدين، يوسف ابن تشفين رحمه الله يسمي نفسه أمير المسلمين وناصر الدين. فلما يسألونه لماذا لا تسمي نفسك أمير المؤمنين، الناس متعودة تسمي نفسها أمير المؤمنين في العهد ده، فقال هذا شرف لا أدعيه، هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان. سبحان الله، العباسيين يا إخوة لا يملكوا إلا بغداد فقط، لكن اسم الخليفة العباسي يريد أن يوحد كل المسلمين تحت راية واحدة، يقول أنا رجلهم. وأين العباسيون من يوسف ابن تشفين رحمه الله في ذلك الزمن؟ لكن لا يريد أن يشق عصا الخلافة، لا يريد أن ينتقد على خليفة المسلمين. كان يتمنى أن لو استطاع أن ضم قوته إلى قوة الخليفة العباسي هناك ويصبح هو رجلا من رجاله في هذه البلاد، أنا رجلهم في هذه البلاد. يوسف ابن تشفين في سنة 478 يستقبل الوفد الذي جاء من ملوك الطوائف. نرجع تاني بقى لملوك الطوائف، ونرجع للي كان بيحصل هناك في ملوك الطوائف، ونرجع للجزية التي كانت تدفع للنصارى. يأتيه الوفد هناك في مراكش يطلبون العون والمساعدة. تفتكر يعمل يوسف بن تشفين؟ تشوق إلى ما يطلبون. طبعا أرض جهاد، هتدوني فرصة أحارب النصارى؟ هتدوني فرصة أحارب في سبيل الله؟ يا لها من نعمة، يا لها من منة. وانطلق معهم رحمه الله، لكنه قائد محنك. تفتكروا خد معاه كم واحد من الجيش؟ عنده 100,000 في الشمال الأفريقي، وعنده 500,000 في أفريقيا. أخذ معه 7,000 رجل فقط، 7,000 من المجاهدين. طب ليه؟ لأنه رجل محنك لا يستطيع أن يترك كل هذه المساحات الكبيرة بلا حراسة ولا حماية. لازم يكون في جيش في تونس، وجيش في الجزائر، وجيش في المغرب، وجيش في كل بلد من هذه البلاد الإفريقية التي فتحت. لا يلقي بكل الطاقة هناك، لا يتحرك هكذا بعشوائية. يأخذ 7,000 رجل كحق الرجال، يأخذ 7,000 رجل وينطلق، يجهز السفن ويعبر مضيق جبل طارق. وانظروا ماذا يحدث في مضيق جبل طارق. يعبر رحمه الله، وفي وسط المضيق ترتفع الأمواج ويهيج البحر وتكاد السفن أن تغرق، فيقف ذليلا خاشعا يدعو ربه والناس تدعو معه، يقول اللهم إن كنت تعلم في عبورنا هذا البحر خيرا لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه علينا حتى لا نعبره فتسكن الريح. انظروا إلى الاتصال مع رب العالمين. فتسكن الريح ويعبر الجيش. وأول حاجة يعملها يوسف بن تشفين لما يوصل البلد إيه؟ طبعا الوفود مستنية استقبال الفاتحين له، تستقبله استقبال الفاتحين هناك. أول حاجة يعملها يسجد لله شكرا أن مكنه من العبور، وأن مكنه من الجهاد، وأن اختاره ليكون جنديا من جنوده سبحانه وتعالى. يدخل يوسف ابن تشفين أرض الإسلام هناك، أرض الأندلس، ويدخل إلى قرطبة، ويدخل إلى أشبيلية، ويستقبله الناس استقبال الفاتحين.
يعبر إلى اتجاه الشمال، إلى اتجاه مملكة قشتالة النصرانية المرعبة لكل هؤلاء الأمراء من المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس في ذلك الوقت. يتجه إليها في رباطة جأش عجيبة، ومعه 7,000 فقط من الرجال. لكن انظر إلى فعل الرجال، 7,000 يتحركون. الناس اللي بتتفرج عليهم يا إخوة بقالهم 70 أو 80 سنة بيدفعوا الجزية، 70 أو 80 سنة في ذل وهوان وخضوع للنصارى. لكن لما شافوا 7,000 رجل يتحركون في سبيل الله يحملون أرواحهم على أكفهم، الناس اتغيرت فيها أشياء كثيرة جدا من رؤية القدوة. بدأ رجل يخرج معهم من قرطبة، ورجل يخرج من أشبيلية، ورجل يخرج من بطليوس، وهكذا حتى وصلوا إلى الزلاقة في شمال البلاد الإسلامية على حدود قشتالة. تفتكروا وصلوا كم واحد؟ بادئين 7,000، وصلوا إلى الزلاقة 30,000 رجل. انظر إلى فعل القدوة في المسلمين، 7,000 رجل يحركون 23,000 رجل كانوا يدفعون الجزية وتعودوا عليها. لكن لما وجدوا مجاهدين في سبيل الله ضاقت نفوسهم إلى الجهاد. اتحركت الناس، فيها فطرة طيبة، اوعوا تفقدوا الأمل. الناس فيها فطرة طيبة، واحنا شفنا لما قامت الانتفاضة في فلسطين شفتوا الناس ازاي اتحركت. حتى الناس والله اللي ما بتصليش وما بتصومش قامت وتحركت عواطفها لفلسطين. هكذا حدث لما رؤي المجاهدون في سبيل الله يتحركون. تحركت الجيوش الإسلامية 30,000 رجل بقيادة يوسف ابن تشفين ليصلوا إلى الزلاقة، المكان الذي دارت فيه موقعة من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ، مكان الزلاقة. هذا المكان لم يكن يعرف بالزلاقة في ذلك الوقت، ولكن اشتهر بذلك الاسم بعد الموقعة، وسنذكر إن شاء الله لماذا سمي بالزلاقة. وصل يوسف ابن تشفين هناك في 30,000 رجل، وهناك يصله نبأ عجيب من بلاده من المغرب. يصله في هذا التوقيت أن ابنه الأكبر قد مات. مصيبة كبيرة جدا. هل فكر في الرجوع إلى بلاد المغرب مع عظم المصيبة وعظم الأمر؟ أبدا يا إخوة، والله فضل الجهاد في سبيل الله، وهو الأمير على ثلث إفريقيا، لكنه يجاهد بنفسه ولا يرسل قائدا من قواده، بل أخذ معه أكبر قواده. أخذ معه داود بن عائشة، يعني أكبر قواد المرابطين، يعني زي وزير الحربية دلوقتي في الزمن ده. أخذه معه وأرسل وزيره ليحكم البلاد في غيابه هناك. ولم تفت هذه المصيبة أبدا في عضده. وهناك وجد أن النصارى قد استعدوا ب60,000 من المقاتلين، على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن استعان بفرنسا وبإيطاليا وبإنجلترا وألمانيا، وبعد أن أخذ من البابا وعودا بالغفران لكل من شارك في موقعة الزلاقة. جاء ألفونسو السادس يحمل الصلبان ويحمل صور المسيح ويقول: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس، وأقاتل ملائكة السماء، وأقاتل محمدا وصحبه. انظر إلى الكلام، يفهم تمام الفهم هذه الحرب الصليبية ضد الإسلام. وهنا يفاجئنا يوسف ابن تشفين بأمر عجيب، يرسل رسالة إلى ألفونسو السادس. كعادة الجيوش في ذلك الوقت يتبادلون الرسائل. انظر معي يا أخي إلى رسالة يوسف ابن تشفين إلى ألفونسو السادس في موقعة الزلاقة، 30,000 مسلم ضد 60,000 نصراني. يقول له: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك. ألفونسو السادس كان بيقول للناس اللي معاه يعني ريت لو ربنا يصل لنا سفن وإحنا نعبر ليوسف بن تشفين نحارب هناك في المغرب. فيقول له إيه؟ بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك، وفرنا عليك يعني مشوار، وستعلم عاقبة دعائك. مش أنت كنت تدري إن احنا نيجي أو احنا جينا؟ وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام. انظر إلى العزة. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام أو الجزية عن يد وأنت صاغر، أو الحرب، ولا أؤجلك إلا 3. عندك 3 أيام تفكر.
بعد كده أحارب مباشرة. طبعا ألفونسو السادس يتسلم الرسالة يغتاظ بشدة. كيف يطلبون مني الجزية؟ أنا وآبائي وأجدادي أخذنا الجزية كثيرا من هؤلاء، كيف يطلبون مني أن أدفع الجزية عن يد وأنا صاغر؟ كيف هذا الأمر؟ فأرسل رسالة يهدد فيها يوسف ابن تشفين ويقول له: فإني اخترت الحرب فما ردك على ذلك؟ يوسف ابن تشفين يأخذ الرسالة رحمه الله ويقلبها ويكتب عليها من ورائها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك. أنا سأريك ما هو الجواب. الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. رد شديد جدا على ألفونسو السادس. ألفونسو السادس طبعا قدام جيشه ما قدرش يتكلم، فاختار الحرب. فأرسل رسالة كده يعني فيها شيء من التخاذل. يقول له إيه؟ يقول له: بكرة الجمعة. كان الكلام ده يوم الخميس. فبيقول له إيه؟ بيقول له: بكرة الجمعة، والجمعة عيد من أعياد المسلمين، ونحن لا نقاتل في أعياد المسلمين، إحنا بنحترم أعياد المسلمين جدا. والسبت عيد اليهود وفي جيشنا كثير منهم، ما نقدرش نحارب السبت برضه. والأحد عيدنا، فإحنا نحارب يوم الاثنين. فمن فضلك يعني لو ممكن نأجل القتال 3 أيام لحد اليوم الرابع اللي هو يوم الاثنين يبقى كويس. طبعا يوسف بن تشفين القائد المحنك لم يري جيشه هذه الرسالة. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل مخادع، يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ده بيكذبوا على ربنا. يعلم أن الله قال فيهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول يوسف بن تشفين: أنا إيش ضمني إن هو يستنى اليوم الاثنين؟ ما جايز يهجم عليا فجأة يوم الجمعة. أنا أجهز جيشي وأضعه على تعبئة حتى إذا حدث هجوم مباغت يوم الجمعة أكون أنا جاهز للرد على هذا الهجوم. وبالفعل يرتب جيشه رحمه الله في يوم الخميس. في يوم الخميس بالليل ابن رميلة بينام مع الجيش. مين ابن رميلة؟ ابن رميلة هذا من شيوخ المالكية، من شيوخ قرطبة. وطبعا احنا يعني فهمنا على الشيخ انه قاعد في المسجد بيعلم القرآن وبيصلي بالناس، لكن هذا رجل يفهم الإسلام حق الفهم، يخرج يجاهد في سبيل الله حين يأتي وقت الجهاد، فخارج معهم يجاهد في سبيل الله. ابن رميلة بينام في هذه الليلة فيرى رؤية، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجيش المنصور، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لا يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا بيقول له إيه؟ يقول له: يا ابن رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقينا. إنكم منصورون، جيشكم هينتصر في الموقعة الكبيرة، وإنك ملاقينا، أنت هتموت في سبيل الله، أنت تستشهد في سبيل الله. يستيقظ ابن رميلة فرحا مسرورا لا يستطيع أن يملك نفسه من الفرح. يا أخوانا فرحان بإيه؟ فرحان هيموت، هيترك الدنيا لكن هيموت في سبيل الله. من أرض الجهاد في الزلاقة إلى الجنة مباشرة، ليس عليه حساب. الشهيد ليس عليه حساب، يدخل إلى الجنة مباشرة. فيستيقظ ابن رميلة رحمه الله سعيدا مسرورا، ما يقدرش يستحمل الفرحة لنفسه. يذهب بسرعة في الليل يوقظ يوسف ابن تشفين رحمه الله، ويوقظ المعتمد على الله ابن عباد الحاضر في الموقعة، ويوقظ المتوكل ابن الأفطس، ويوقظ عبد الله ابن بلقين، يوقظ كل قواد الجيش ويشرح لهم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف ابن تشفين ومن معه من القواد لا يملكون أنفسهم من الفرحة. يعملوا إيه؟ صحوا الجيش كله نص الليل، صحوا الجيش كله. ابن رميلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنكم منصورون وإنك ملاقينا. الجيش كله يعيش لحظة من لحظات السعادة العجيبة جدا لم يذوقوها منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس. تتوق النفوس إلى الشهادة. يوسف ابن تشفين يأمر بقراءة سورة الأنفال، كل الناس تقرأ سورة الأنفال، ويأمر الخطباء بأن يحفزوا الناس على الجهاد. ويمر هو بنفسه رحمه الله على الفصائل يقول: انظر ماذا يقول: طوبى لمن أحرز الشهادة ومن بقي له الأجر والغنيمة. اللي هينتصر يا أخوانا هو اللي هيموت في سبيل الله، ومن بقي له الأجر من الله سبحانه وتعالى وله الغنيمة. طوبى لمن أحرز الشهادة
ومن بقي له الأجر والغنيمة، ويرتب جيشه ويصلون الفجر، وبعد الفجر يغدر ألفونسو السادس كطبيعتهم. يا إخوة، هذا ليس مخالفا لطبيعتهم، وهذا ليس مخالفا لعهودهم، بل هذا هو الأصل الذي يجب أن نعلمه. فهجم ألفونسو السادس فوجد الجيش على تعبئة. خلي بالنا ازاي يوسف ابن تشفين مجهز الجيش بتاعه. يوسف ابن تشفين قسم الجيش لنصين، نصف أمامي ونصف خلفي. أما النصف الأمامي فقد طلب المعتمد على الله بن عباد أن يكون على قيادته ومن معه من الأندلسيين، يريد أن يكون بين المسلمين وبين النصارى، يريد أن يغسل عار السنين، يريد أن يمحو الذل الذي أذاقه إياه ألفونسو السادس، يريد أن يتلقى الضربة الأولى من جيش النصارى. فيقف المعتمد على الله ابن عباد في مقدمة الجيش، ومن خلفه داود بن عائشة كبير قواد المرابطين. هذا هو الجيش الأمامي. أما الجيش الخلفي ففيه يوسف ابن تشفين رحمه الله يختفي خلف تل من التلال بعيد تماما عن أرض الموقعة. الجيش الأول فيه 15,000 والجيش الثاني فيه 15,000، قسم الجيش نصين. الجيش الثاني خلى منهم 4,000 أبعد أكثر من بقية الجيش الذي مع يوسف ابن تشفين. يعني الجيش متقسم على 3 مراحل كده، جيش 15,000 في المقدمة، ثم 11,000 مع يوسف ابن تشفين، ثم من بعيد 4,000. وال4,000 هؤلاء من المهرة، من رجال السودان المهرة، كانوا يحملون سيوفا هندية، وكانوا يحملون رماحا طويلة، وكانوا أعظم محاربين في جيش المرابطين. خلاهم في آخر الجيش خالص. يا ترى إيه خطة يوسف بن تشفين؟ خطة يوسف بن تشفين هي نفس خطة خالد بن الوليد لو تذكروها في فتوح فارس في موقعة الولجة، وهي نفس خطة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه في موقعة نهواند أيضا في فتوح فارس. نفس الخطة. رجل يقرأ التاريخ ويعتبر بالتاريخ. يقسم الجيش نصين، وتبدأ الموقعة 60,000 نصراني يهجمون على 15,000 مسلم، وبقية الجيش لا تقاتل. لماذا؟ يريد يوسف بن تشفين أن تحتدم الموقعة حتى تنهك قوى الطرفين ولا يستطيعان القتال. هنا يدخل يوسف ابن تشفين بجيشه ليعدل الكفة في صف المسلمين. سياسة النفس الطويل. عارفين الناس اللي بيجروا ماراثون؟ أول السباق لو جرى سباق طويل جدا 10 كيلو و20 كيلو، لو جرى في أول السباق بحمية شديدة لن يستطيع أن يكمل السباق، لكن يبدأ بالتدريج لحد ما في الآخر يسرع ويكمل السباق لصالحه. هكذا فعل يوسف ابن تشفين رحمه الله. ويصبر المسلمون 60,000 من النصارى، أمواج تتلوها أمواج وأسراب تتبعها أسراب، يهجمون على جيش المسلمين والمسلمون صابرون. مات تحت المعتمد على الله ابن عباد 3 خيول وهو صابر حتى كان لا يرى من الدماء. انظر إلى تربية أرض الجهاد وإلى تربية يوسف ابن تشفين. وهناك يا إخوة بعد العصر، شوف من بعد الفجر لحد العصر، هناك يشير يوسف ابن تشفين إلى من معه أن انزلوا وساعدوا إخوانكم. هناك فين عند العصر ينزل يوسف ابن تشفين بعد أن أنهكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى، فينزل يوسف ابن تشفين ومن معه وهم مستريحون بعد طول صبر فيحاصرون الجيش النصراني. يقسم يوسف ابن تشفين الناس اللي معاه 11,000 اللي معاه يقسمهم لقسمين، قسم يساعد مقدمة المسلمين وقسم يلتف خلف جيش النصارى. وأول حاجة يعملها خلف جيش النصارى، أول حاجة يعملها يحرق خيام النصارى في خلف الجيش. ليه بيحرق خيام النصارى؟ خيام فاضية مفيهاش حاجة. ليه بيحرقها؟ حتى يعلم النصارى أن يوسف ابن تشفين ومن معه في خلف الجيش. يوسف ابن تشفين عارف أن الناس ديت أهم حاجة عندها أنها تعيش، أنها تنجو بأنفسها. فلما علموا أنهم محاصرون من خلفهم دبت الهزيمة في قلوبهم، وبدأ يحدث الخلل وبدأ يحدث الانسحاب، والتف الناس حول ألفونسو السادس يحمونه وبدأوا ينسحبون. فحدثت خلخلة عظيمة في جيش النصارى في موقعة الزلاقة. يا إخوة، في الضربة الأولى ليوسف ابن تشفين قتل من النصارى 10,000 رجل. من النصارى في الضربة الأولى بعد العصر 10,000 رجل. يقول المؤرخون
أن يوسف ابن تشفين الأمير على ثلث إفريقيا كان في هذه الموقعة يتعرض للموت ويتعرض للشهادة، يلقي بنفسه في المهالك رحمه الله ورضي الله عنه وعن أمثاله. وتزداد الموقعة في الحدة حتى قبيل المغرب، ومن بعيد يشير يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى 4000 فارس الرجال من السودان، فيأتون من بعيد يستأصلون النصارى. في موقعة الزلاقة يا إخوة قتل من النصارى 59,550 رجل، نجا من النصارى 450 فارس فقط فيهم ألفونسو السادس بساق واحدة. بترت ساقه في موقعة الزلاقة وانسحب في جنح الظلام هو و450 فارس إلى طليطلة، وهناك دخلوا طليطلة ب100 فارس فقط. مات في الطريق 350 رجل من الجراح المثخنة في موقعة الزلاقة. موقعة الزلاقة يا إخوة موقعة في التاريخ تقاس بلا مبالغة بموقعتي اليرموك والقادسية. انظر كيف إن بعض المسلمين لا يسمعون عن الزلاقة. سميت الزلاقة بالزلاقة لأنها كثرت فيها الدماء، حتى كان الرجال والخيول ينزلقون في هذه الأرض الصخرية في أرض الزلاقة. وجمع المسلمون غنائم عديدة وعادوا بغنائمهم الكثيرة. انظر إلى يوسف ابن تشفين يترك كل الغنائم لأهل الأندلس ويعود في زهد عجيب وورع كبير إلى بلاد المغرب. لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا. يرجع إلى بلاد المغرب لا يحمل معه شيء بعد أن جمع الناس وحضهم على الاجتماع وعلى نبذ الفرقة وعلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحهم باتباع سنة الجهاد في سبيل الله. وعاد يوسف ابن تشفين البطل الإسلامي المغوار الذي كما ذكرنا والله يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب. تفتكروا كان عنده كم سنة يوسف ابن تشفين في موقعة الزلاقة؟ المفاجأة يوسف ابن تشفين عنده 79 سنة في موقعة الزلاقة، شيخ كبير 79 سنة. زي ما فكرناكم بموسى بن نصير نعيد التذكير بيوسف ابن تشفين، هذا الشيخ الكبير يحارب على فرسه في موقعة الزلاقة في أماكن بعيدة جدا عن دولة المرابطين، وكان من الممكن أن يرسل رسولا يحارب هناك. ولكن لماذا لا أذهب بنفسي لعلي أموت في سبيل الله هناك؟ ما أنا ممكن أموت في أي لحظة، أنا راجل عندي 79 سنة، طب ما أنا أموت في أرض الموقعة. لكنه لم يمت هناك، فلا نامت أعين الجبناء. يعود يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى أرض المغرب من جديد، وبعد ما يرجع تحدث الصراعات بين أمراء المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس على الغنائم، وتحدث الصراعات على البلاد المحررة. كيف نفعل بها؟ وهنا يضج العلماء ويذهبون إلى يوسف ابن تشفين ويقولون: يا يوسف تعالى وخلصنا من أمرائنا، كنت من قبل تحارب النصارى، تعالى وأنجدنا من أمرائنا. فيتورع يوسف بن تشفين كيف يهجم على بلاد الأندلس، كيف يحارب المسلمين. فتأتيه الفتاوى من كل بلاد المسلمين، حتى جاءته من الشام من أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله وكان معاصرا، وجاءته الفتاوى من أبي بكر الطرطوشي العالم المصري الكبير، وجاءته الفتاوى من كل علماء المالكية في شمال أفريقيا. جاءته الفتاوى أنه عليك أن تدخل إلى البلاد وتضمها إلى أملاك المسلمين إلى دولة المرابطين حتى تنجد المسلمين مما هم فيه. إن هذه البلاد ستضيع لا محالة إن تركتها يا يوسف ابن تشفين يرحمك الله. ففعل ودخل في سنة 483 بعد موقعة الزلاقة التي تمت في سنة 479، دخل بعدها ب4 سنوات، وهناك حاربوه أمراء المؤمنين، وممن حاربه المعتمد على الله ابن عباد. سبحان الله، هذا الرجل الذي لم يجد العزة إلا تحت راية يوسف ابن تشفين رحمه الله حاربه. لكن أنى له أن يحارب مثل هذا الرجل؟ استطاع يوسف ابن تشفين أن يضم كل بلاد الأندلس، وأيضا يحرر سراقسطة، هذه البلد التي احتلت بعد أن قسمها
الملك الذي كان عليها بين ابنيه، حرر سراقسطة وضمها إلى بلاد المسلمين، وأصبح يوسف ابن تشفين أميرا على دولة تصل من شمال الأندلس بالقرب من فرنسا إلى وسط أفريقيا، دولة واحدة. وظل رحمه الله يحكم المسلمين حتى سنة 500، وكان قد بلغ من العمر 100 عام، ومات رحمه الله يوسف ابن تشفين في سنة 500 ولم يفتن بالدنيا لحظة. يوسف ابن تشفين يملك أموال الدنيا جميعا، الأندلس بلاد غنية جدا، لكنه ما فتن بالدنيا لحظة. هذا الشيخ الكبير، هذا الأمير العظيم، ظل حتى آخر لحظات حياته لا يلبس إلا الخشن من الصوف، ولا يأكل إلا الخبز من الشعير، ولا يشرب إلا لبن الإبل. رحم الله يوسف ابن تشفين، ورحم الله أبا بكر بن عمر اللمتوني، ورحم الله الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله، ورحم الله الشيخ يحيى ابن إبراهيم الجدالي الذي أتى بالشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 440. في 60 سنة تصبح دولة المرابطين دولة من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع.